ليه الرجالة بتتوقع من الزوجة اللي لسه متجوزة وبنت ان هي تعمل له اكله وتغسل وتنظف؟ قبل الجواز هو الراجل صياد، بعد الجواز بيتنقل من مرحلة الصياد لمرحلة الشخص المسؤول. الفريسة. الراجل لو غني واتجوز واحدة ست فاهماه بيبقى أغنى. ما هو بيقول لك ابكي بقى في الجزيرة على اليخت بتاعي غير اما ابكي. الست بطبعها مش نكدية، يعني الست في واو، الأصل تصريح يعني كائن هيقلب كائن الكون. فرفوش، كائن فرفوش والله يبقى احنا بنقول ان اول سنة مع تأجيل الانجاب أول سنة تجربة. تجربة، تجربة ولازم نكون واقعيين حتى لو بيعشقوا بعض، لان ده الحياة بالذات بالذات اللي بيعشقوا بعض. امتى الراجل يبدأ يفقد الشغف في زوجته؟ هل ممكن انه من اول سنة؟ هي في الجواز في داهية الفلوس، لأن تكلفة الخروج من العلاقة أغلى من الحاجة اللي بتخانقوا عليها. يعني يكبروا راسهم. طنش تعش تنتعش. اهلا وسهلا بيكم وفي حلقة جديدة، وطبعا انتم مستنيين رحلة جديدة واسئلة جديدة في حوار صريح جدا مع الرجل الزوج في نفس الوقت، سواء قبل الزواج او بعد الزواج. بس النهاردة بقى هتبقى رحلتنا واسئلتنا عن الصدمات بعد السنة الاولى. للأسف أو زي ما يقولوا التحذير، بعد السنة الأولى من الزواج في كتير من الرجال بيصدموا وكتير من الزوجات بيصدموا إن هل ده الزواج؟ طيب عايزين بقى نجيب الزوج ونسأله شوية أسئلة، إيه الحاجات اللي صدمته وإيه ردة فعله على صدمات الزوجة. أو حلقة حتى في خلال السنة الأولى نفسها، مش شرط بعدها. أيوة يعني هو بالظبط. أصعب حاجة هي السنة الأولى، هي فالاستمرار إن هو عدى السنة الأولى ده أصلا حاجة كويسة يعني صح، في وقتنا ده. فالصدمات، فعشان كده النهارده أسئلة مختلفة. بس قبل كل حاجة، لو انتوا مش مشتركين في القناة والقناة التانية اشتركوا، هتلاقوا كل الروابط تحت وفعلوا الجرس. ويلا نبدأ بأول سؤال. أول سؤال وهو منطقي جدا: ايه اللي بيختلف في الرجل قبل الزواج وبعد الزواج؟ قبل الجواز هو الراجل صياد. معنى إيه؟ بيحاول يدور على واحدة يتجوزها، لقى واحدة بيحاول يبهرها، تمام، بيتقدم بيفقد في فترة الشغف. الخطوبة، شغال عمال يجيب في مم. هدايا وهي تتجمل وتتزين ويوري نفسه وكرمه وحياته وبتاع. بعد الجواز الصدمة بتكون شوية للست ان هو ايه، هو ما بيعملش ليه زي قبل الجواز. طلبات. هو مش بيكمل ليه، لان هو بيتنقل من مرحلة الصياد لمرحلة الشخص المسؤول. الفريسة. لا، المسؤول هو مسؤول عن المسؤول. البناء. انا راجل ببني بيت بقى وبنأسس اول سنه، وفي احتياجاته وفي طلباته وفي الحاجات دي كلها. بيكون في شويه انرجي باقيه من طاقه الصياد دي بتكمل معاهم، تمام، لكن اكيد ما بتبقاش زي قبل الجواز. ولا مستني التمن؟ مستني التمن؟ لا، هو العقليه بتاعته بتتغير، يعني بينظر للست نظره مختلفه. يعني دي كانت خطيبتي وبابرها دي مراتي. ماشي، كدور الحماية وكذا، بس احنا واقعيا في عصرنا ده بقت تكاليف الجواز رهيبة. فهل فعلا الراجل بقى مستني التمن للي تعبه او دفعه؟ هو لو داخل علاقة عن حب فهو مش قاعد متصيد انا هاخد ايه وهدي ايه والكلام ده، تمام. مم. فهو ده هو خلاص، هو اتجوز، هو دفع الثمن، هو عليه. بس لو داخل بقى متدبس وعليه ديون وعليه حاجات، بتكون اول سنة في الجواز مدمرة. لكن لو داخل اول سنه مرتاح، ميسر عليه الجواز ده، مم. اهل البنت ما تعبهوش او هو مقتدر كم ماديا او كده، بتكون اول سنه مم. تحدي، بس مش بنفس قوه التحدي ده لو داخل مثلا وهو مديون عليه كميه اقساط وسالف من الناس وكده عشان بس يبداوا بيتهم ده. يعني لو الزوج ابتدى اول سنة بديون، تفتكر هيتعامل مع زوجته ان هي كرة رمل هيطلع فيها غله لو قصرت؟ هو طبعا هيبقى عليه ضغط كبير، بس مش عايز اقول ان هو هيطلع غله فيها. ولكن لو هي تعاملت معاه وسط كل الديون والحاجات اللي عليه دي، ان انا احتياجاتي العاطفية ودنيتي وخرجني ووديني زي قبل الجواز، يعني هو هيحس ايه ده، انت مش حاسة باللي انا عملته عشان اتجوزك. طب هو ليه عمل كتير في الاول ومكملش حتى ولو نقول 50%؟ يعني ازاي انسان ينخفض من مثلا 4 مرات خروج في الاسبوع لمرة في الشهر؟ والله هو ده ممكن تكون دي قدرته المادية دلوقتي، مم. تمام. فلو هو كان الزواج صعب عليه، ممكن يبقى مفيش اصلا ولا مرة خروج، ممكن يكون كل راتبه بيروح، ممكن او كان كمان حالم. كان حالم.
هو اغلب الناس قبل الجواز حالمين، يعني ما بيكونوش هم متخيلين اللي هم داخلين عليه. إمم. بالذات بقى لو حصل حمل بعد الجواز على طول، فهو مش متخيل ايه اللي هيقابله ده. وبعدين هو شايف طول الوقت قبل الجواز بنت عسولة، بيشوفها بس وقت الخروج او وقت المقابلة، فهي بتحاول تخبي عليه كتير من تغيراتها. اوقات كده بتبان هرموناتها شوية بس هو مش شايف ده، لكن اول سنة جواز بيبان بالذات بقى لو فيها فترة التغيرات المِلكة أو الكَتْب كتاب، بتبقى في كمان فترة so sweet، يعني الحلوة أوي، اللي هو بالظبط قاعدين بالظبط. مع لكن بعد بعض الجواز فيها وبعد شهر حُب. العسل ممكن بقى يبدأ يبان هو شايفها بقى في يبان شقنعة. انعكاشة. آه. وبعدين يشوفها في فترة الدورة وما قبل الدورة وما بعد الدورة، إمم. يشوف التغيرات الهرمونية بتاعتها. هو ما كانش يعرف الكلام ده كله وما كانش واعي بيه. أي راجل لم يتزوج، وطبعًا في مجتمعاتنا العربية توافقني الرأي إنه الأمهات العربية بأخواته العربيات بيخبّوا، اه طبعا، اه طبعا. ويا سلام لو ما عندوش أخت بنت بقى، ضاع اه كده لا الراجل. مبقاش فاهم هو ايه كده اللي بيحصل. ما هو مش جاش. فاهم إمم. الخناقة على ايه. إمم. يعني مش فاهم هو انت زعلانة ليه، يعني ايه الموضوع. طب هل وجود أخت للزوج قبل الزواج ده بيساعده يبقى زوج أفضل؟ 10%. واو! لان هو غالبا لو مجتمع عربي منغلق هو بيكون منعزل في حياته، فهو بآخره بيوصل أخته دي، بيجيب طلبات، بيعمل حاجة. عبء بلا فوائد يعني. لكن في بعض العائلات اللي بتكون طبيعية حنيّة وكده شوية. بيبقى فيه أصلا، يعني هو الأخت بتاخد عاطفة من أخوها ومن أبوها، فبتبقى في بيت شبعانة. الولد نفسه بتبقى أخته مهتمة بيه وبين هيتجوز مين وتجهيز بيته، فبتبقى هي أصلا عسولة فهي بتديله عاطفة، فهو مش هيموت قوي إن هو يتجوز، فهو طالع متوازن. احيانا ده ممكن يعمل مشاكل بعد الجواز، ان اصلا الزوجه تغير من اخته ويبقى في ده خناقه حقيقي ما بين الاخت، او مثلا لو الولد مرتبط بامه قوي يقول لك ده ابن امه. طبعًا. فهو عادي انه يكون مرتبط بامه او باخته بس يبقى قراره من دماغه. دي هنيجي لها إن شاء الله، يعني نوعدكم شوفوا أنتم اللي حابين الحلقة دي لأن تبقى حلقة نارية، اللي هي مشكلة الزوج مع الأهل والأصدقاء، والعلاقة مع الزوجة والمجتمع الخارجي، فدي إن شاء الله منتظروها. فهنرجع تاني لأول الجواز، ليه الرجالة بتتوقع من الزوجة اللي لسه متجوزة وبنت إن هي تعمل له أكله وتغسل وتنظف وكذا؟ طيب ليه، خلينا نسأل السؤال بطريقة تانية. ليه الست بتتوقع ان الراجل يحميها ويعمل لها بيت ويصرف عليها ويجيب لها ويخرجها ويهديها؟ ممكن نقول مثلا طبيعة في الرجل، دي نقطة. النقطة التانية دي احتياجها. حلو. وهو احتياجه فين؟ تمام. تعبير بس عن الحب ليه. طب هل يعني هو مش هيستحمل ان هي بيشوف. مش شاطرة؟ هو الموضوع مش في موضوع شطارة، هو مش مم. متجوز الشيف الشربيني. يعني هو الفكرة كلها في مبدأ المبادرة. يعني ان هو مثلا لو منتظر منك مثلا تعملي له اكل، هو مش مستني منه مش مستني منك خروف. مم. هو مستني منك ان ده تعبير عن الحب والاهتمام والاحترام. مم. يعني مش مستني لا حاجة بس في كبيرة. رجالة لو الخروف مش مستوي كويس بيزعل، يعني في بيقفوا على الكواليتي، على الملح، ما على هو دي بقى الفلفل. حاجات يعني لازم هي بتبقى معرفاها من البداية، يعني ما تبقاش معرفاها كل مرة بيروح عزومة عند أهلها إن هي اللي طبخة وهي أمها، يعني أو لازم في تقول انها مش شيف. شاطرة في الطبخ. يعني أو محتاجة وقت تتعلم. لكن لو هي اوكي. كارهة أصلا للمطبخ تقول. تقول، وهو خلاص يا يعني لو ده تشيل. بالنسبة له اوكي. حاجة ذات أهمية الجواز واقف عليها. لكن ما يجيش يقول لها لا 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 أنا مش فارق معايا ويعملي ما هو أي بيقول لك حاجة وبيض هتتغير بعد مسلوق. الجواز بقى، ما كلهم بيتغيروا بقى. ما هو بيقول لك هي هتتغير بعد الجواز، يعني هي بقى لما هتتجوزني كده هتبقى ست بيت شاطرة. والله يعني نسبة الستات اللي عندها قابلية التغيير في الموضوع ده بالذات مش كبيرة في يعني انت وقتنا ده. رأيك ان الست اللي نفسها حلو في المطبخ بتبقى قبل الجواز وبعد الجواز بتتحسن بنسبة بنسبة بس، كبيرة بتكون أمها مدخلاها المكان ده زي او زي زي بتحبه زي, او زي بتحبه. ما هو أصله مش هواية. اوكي. يعني الطبخ ده مش هواية. فكرة إن الإنسان يكون قادر على إنه يأكل نفسه، أنا شايف إن دي حاجة مهمة بس في الراجل. المبدعين منهم. لا، في الراجل والست. امم. إن أنت تعرف تأكل وتقوم بحياتك. إحنا بنتشارك عشان نسهل الحياة. تمام. الراجل بيبدأ من صغره والده بيحمله مسؤوليات وأمه بتحمله مسؤوليات، مم. بحيث إن هو يطلع يعرف يقود بيت ويعرف إن هو يشتغل ويبقى قوام ويصرف على البيت ده ويحمي ست.
المفروض بالعكس برضو ان البنت يدوها حب وحنان واحتواء، ويخلوها تحب مهام تربية الاطفال اللعب بالحاجات دي، لان هي اصلا فطرة جميلة في الانثى، ما تقللش منها، دي تعليها. بدل ما احنا النهارده بندور على حد يربي عيالنا، بندور على حد ياكلنا. انا ما عنديش مشكله مع اه ده لو انت ميسر عليك ان انت تجيب حد يساعد في تربيه اولادك، بس ما يكونش عن جهل، تمام. ما يكونش عن ان انت ما بتعرفش فجايب حد. ما وانتوا طب انتوا متجوزين بعض ليه؟ انتوا ما تعرفوش تعيشوا يوم لوحدكم؟ ماشي، دي انا معاك فيها، ان لو انسان ما كانش عنده استقلاليه او معاش ولو فتره، سواء الولد او البنت، احتياجاته الاساسيه وفرها لنفسه، هيعاني شويه. او صراحه ده دور، وبقيت انبه بيه ستات كتير وكذا، انه لا، لازم البنت مثلا من سن 14 لو عايزه تساعديها، خليها ولو شويه تقوم زي ما بيقولوا اداره بيت كامل هي حلوه ليوم او قوي، اسبوع حلوه او قوي. شهر. مديره بيت، مم. البيت ده شركه ليها مديره، وفي واحد دوره الامور الخارجيه، العلاقات الخارجيه والتوريدات، ده الراجل. خلينا نقول وكمان الصيانات، تمام. وفي حالة الطوارئ هو اللي يقوم على الطبيخ وأمور ده البيت لو والكلام هما ده مش كله. الستايل الاوروبي او اللي بعض الدول العربيه دلوقتي، ما هو في برضه ستايل بقى مقاسم ده. لو بالتراضي وبيعملوا حاجة مع بعض مفيش أي مشكلة. صحيح. لكن لو في الأدوار العادية إن البيت قائم على مصدر دخل واحد اللي هو الرجل، وهو شايل الموضوع 100%، والست هي شايلة إن هي مديرة البيت، خلاص هي معاها مصروف وعارفة تدير البيت إزاي. مم. هتجيب اكل من بره، هتطبخ هي، هتروقه ازاي، هتعمله ازاي، حطله اسس، حطله الرولز بتاعته، هو الراجل موافق على الرولز، مش ما عندوش اي مشاكل، بيلاقي مكان نظيف بتاعه، بيلاقي هدومه نظيفه. لان حتى الراجل لبسه وشكله بره البيت ده تعبير عن اداره الشركه دي جوه البيت من الست دي عامله ازاي. طب ما انا هقول لك بقى مفاجأة، ما احنا شفنا نماذج كتير وهي بتبقى من البداية كده وبتقل. يعني ممكن البنت في الأول بتبقى داخلة في عوامل مساعدة، زي إن هي مثلا راحت لكوافير فترة، يعني بيوتي سنتر قبل الجواز، قعدت لها مثلا أسبوع تظبيطات جامدة جدا وشعر وبتاع، فبتبقى زي ما بيقولوا لسه فيها الرمق. بس اللي بيحصل إن احنا شفنا نماذج كتير كتير مهم. كسيدات، إن هي بسبب إن ولادها ما شاء الله بيبرقوا بره، وجوزها بيبرق بره، وكلهم ناس واو شكلا، هي عفوا كأنها الدادة بتاعت الأسرة دي، وشكلها مهمل. وطبعا لأن هي منهكة طول الوقت، بتظبط لبس ده وبتعمل الأكل ده وبتعمل كذا، فهي مجرد بتبدأ تركز شوية مع الرجل. أعتقد من بداية 6 شهور أنا أجزم إن في سيدات بيبدأ مستوى الشكل واللبس والنظافة الشخصية، كل حاجة بينزل، لأن هي ركزت في طلباته. طيب مم. لو راجل بيقول لست كلام داعم وبيديها فلوس، يقول لها ظبطي شكلك، او اشتري حاجات ليكي، او خدي بالك من نفسك، وغالبا رجاله كتير بيعملوا ده، الست هتفضل حابه تعمل ده يعني وهتوجد انت وقت رأيك لنفسها. ان يعني ان هو يعني هو فهمه النتيجة مش همه الطريقة؟ لا، انا بقول ان الست لو هي متعوده تهتم بنفسها وده جزء من روتينها ما هو الوقت. ومتربيه على ده، ملوش علاقه، هتوجد لنفسها وقت، اوكي. هتوجد لنفسها وقت. زي اللي متعود ان هو بيبقى رياضي من صغره. ما هي ما كانتش متعودة بقى، ما احنا هنا هي بقى دي الايدج. المشكله، يبقى ايوه، احنا نرجع للبيت في الاصل، يبقى الصدمة ان الأولانية ناس الناس مش مش مستعد. مؤهله ايوه، للجواز. يبقى دي أول صدمة، اول صدمه. ان عشان هو كده مش انا مؤهلين. بيعجبني اما ناس بيجولك يقولك احنا جوازنا بعد سنه. بيرفكت، صح. ايه، انا مش بقول كده عشان اسوق لدورات او اي حاجه، انا بتكلم على فكره، روحي خدي اقري كتاب مع اي حد، خدي دوره مع رضوى، مع اي حد موجود في الماركت، بس اشتغلي على نفسك. نفس الكلام بقول للراجل، بقول له اشتغل على نفسك، ظبط جسمك، ظبط فكرك، اعرف ازاي تدير مصروف بيت، تمام، هتقسم حاجتك ازاي، اعمل تكلفه قبل الجواز. يعني الإنسان اللي مش بيقدر يشيل نفسه في صعوبة إنه يشيل حد معاه، انت داخل على مشروع، في سواء 2 شركاء. الراجل ماديا وزي ما يقولوا أمنا وأمانا وإحساس بالمسؤولية النفسية والاجتماعية طبعا وكذا، يبقى هو جاهز والزوجة وعنده اه. من المساحه في عقله وقلبه ان هو يشيل حد معاه، امم. لان هو هيشيل الاسره كلها على كتافه. وضغوط الحياه كمان بتضغط على الراجل احيانا اكتر من الست. ان هو امم. يعني كان في فيديو شفته من يومين لراجل بيقول انا واخد بناتي السوبر ماركت يشتروا احتياجاتهم،
فالبنت بتقول يا بابا انا محتاجه شويه كريمات ومحتاجه اجيب واجيب واودي وانا اعدي على المكان الفلاني. فبتقول له انت يا بابا اجيب لك ايه؟ قال لها مش مشكله، هاتي لي اي صابون ولا اي حاجه انا بغسل بيها شعري وجسمي. فالراجل وقف للحظه كده ان هو عايش مش لنفسه، فبيقول لك انا عايش مش لنفسي، انا عايش مم. عشان اخدم ولادي واخدم مراتي، وقلت لها هاتي ليكي اللي انت محتاجاه وهاتي لامك اللي انت محتاجاه، كلميها شوفي هي محتاجه ايه. وعندي ضغوط وعندي فواتير مم. وعندي دنيا، وباين ان هو شخص مقتدر بس هو حابب ان هو يعيشهم بس في ده مكانة عالية الراجل ده احنا جدا. ممكن نكرمه يعني. هو عادة في المجتمعات العربية ومن بيجيلي لا، هو الرجل الكل يعمل من أجل هذا الأسد أو من أجل ده اللي هذا ظاهر في الاعلام، لا ولكن بقى في في بعض الحقيقة الحالات. لا، في بعض الحالات، لكن هو في الحقيقة لا، مم. الراجل شايل، ماشي شايل على كتفه. يعني في ده نموذج اللي هو زي ما بيقولوا يعني ضحى. هو يعني انا بصراحه لو اشوف النموذج ده جنبه مراته او مرات حد هو تاني، هو لسه هو بيقول لك التضحيه انا بعد المبالغ كل فيها ده ضد ده صراحه في بيجي اخر الحالتين. اليوم وانا ضغطاني الفواتير، تيجي تقول لي انت ما عدتش تحبني، انت ما عدتش تقول كلام حلو. اوكي. يقول والله عايز اقول كلام حلو بس مضغوط، ما هو عشان العلاقه كده والله عايز اعمل بيدي بس بس ما انا بياخدش. مضغوط. اه. مش بس بيدي ما بياخدش، هو عايزهم يشوفهم في احسن، يعني ده من القوامة ان هو عايز يشوفهم في احسن حال. هو بقى اكستريم اهو، دي بس قلت ما هو دي انه المشكلة، ان هو نسي نفسه في النص كراجل، وهيكبر في السن وبدا يجي على المشاعر. هيلاقي فجأة البيت فضي، الولاد ها. خرجوا وهو قاعد مع واحدة ست كبيرة هو ما يعرفهاش، وهي قاعدة مع واحد ست كبير هي ما تعرفوش. يبقى احنا نقول ان تاني صدمه عدم التوازن. اه طبعا البالانس مهم، يبقى من ان الاول لازم انت يبقى في توجد توازن، اخد وقت، وعطاء. هي توجد وقت ليها وهو اوكي. يوجد وقت ليه، ان هو يشحن تاني وهي تشحن. مم. تمام، ويشتغلوا ويفكروا مع بعض ازاي نمشي نفسنا بظروفنا. مم. فالموضوع صعب ويبان نظري بس لا بيمشي، لو قعدت ركزت عليه هيمشي. انا مم. واحد صاحبي قال لي زمان، يمكن ايام الجامعه، قال لي كلمه غريبه جدا. هو كان متجوز اكبر مني وعنده بنتين، فقال لي انت بتتخيل انك انت بتتجوز هيجي حد يعينك ويمشي جنبك، انت الحياه كأنك ماشي على تريدميل، فان هيجي حد يعينك بتفوجئ انه جه ركب على كتافك وانت مكمل على التريدميل. كتير بيقولوا مثلا ان انت بتشيل ست وبعد كده اولاد. فانت هتبقى بعد كده زي انت ماشي على التريدميل، هيبقى في تقل. يجي الولاد يركبوا على كتافها وانت تحت على التريدميل، ومطلوب منك بقى ان انت تكمل مشي اسحف. هو تمام لحد ما هيسحف توصل. اكشلي. فانت فعلا دي المسؤوليه اللي على الراجل، ولو انت مش قدها ما تشيلهاش. طب هنقول مفاجاه، ازاي الست تخلي الراجل يعني وهو بقى على التريدميل يعرف يعني يبقى سرعته كويسه؟ هو مش مطلوب، يعني احنا مش يعني كسند. يعني هو المهم ما يموتش على التريدميل. يعني هو كده هيتعب، يعني هو هيتعب، سبحان الله. يمشي على التريدميل عادي، بس يبقى بتديله اللي يقوي عضلاته، اللي يقوي جسمه، فيتامينات، المشاعر، الفيتامينات، التعامل، تراعيه وهو تمام. هيراعيها. تمام. يعني هو الهرم هو الراجل عليه شايل الست، ثم الابناء هي شايلهم وهو تحت شايل كل ده، فدي المسؤوليه اللي عليه. طب ممكن نتخيل بقى السؤال الثالث وده صعب جدا، هل لو نتخيل في أول سنة زواج، هل الحب أو مشاعر الانجذاب ممكن تتغير في أول سنة من الزواج؟ أول لما الراجل يتزوج الست ويحصل عليها وتبقى في بيته، هل ممكن يدرك إن هو مش بيحبها؟ عادي جدا. لأن أو غلط، يعني غلط، أو دي مش الست هيسأل نفسه، ممكن يسأل نفسه وهي ممكن تسأل نفسها. هو الفكرة في إيه؟ إن هو اللي قبل الجواز ده أو في البداية ده مش حب، تصور، ده ثورة هرمونات ومشاعر. هو حاطط صورة جذبكوا لبعض، هو حاطط صورة وهي حاطة صورة، وداخلين الاتنين يكتشفوا الحقيقة. يعني الراجل داخل بتوقع. طبعا الراجل داخل بتوقع والست داخله بتوقع، فهو عشان كده بيقولك دايما في الجواز قلل سقف توقعاتك. مش معنى انت قلل سقف توقعاتك لكن انت تنزلي له سقف توقعاته غصب، لا. يعني مثلا انت بتعرفي تطبخي، تروح تقولي انا ما بعرفش اطبخ خالص، بس ما بعرفش تبقى صريحه في الحاجات اللي صريحه. تمام، انا هتعلم وتعلمت كذا. طيب ما انت بتروح تزور وهي بتتعلم. لو انتوا مقتدرين تبقى عارف ان انت من البدايه هتوفر
حد في البيت يجي يعمل اكل، او او هتشتروا اكل هي بالاسبوع. تظبط مع حد تمام. وكذا. هيجيبوا حد اداره. ينظف، هتجيبوا حد يروق. امم تمام. لكن لو انت من البدايه داخل البيت لقيت في البيت، رجاله فعلا ما شاء الله اكوله بجد، يعني في اصدقاء لمحمد او محمد شويه الاكل بس ايه بيحبوا طبعا، بس لا في اصدقاء انا بقعد افكر ان دول هو كل الرجاله والله بيحبوا لو الاكل. ماشي، بس في ناس سبحان الله يعني هو بيقعد يتفنن. يعني حتى كان في كذا فيديو كانوا بيشغلوا احيانا اصدقاء انا بسمعهم ما بيبقى بيقول حاجه ليه او حاجه، بيتكلموا عن مطعم يروحوه او اللي هو الساعات المحتوى الاكل. انا بقعد اقول والله لو اليوتيوبر ده مراته ما بتطبخش كده، ده هتموت هيذبحها. هو الاكل اللي في البيت مصنوع بحب. ما هي دي التركه اللي فهو لا فعلا فعلا في طعم مختلف في اكل البيت. ما هو بس لو قارنه بمامته ده ليه طعم تاني. عايز الطعمين. لا طب ما انت هو مش رأيك ايه جاي في الراجل اللي مطعم. بيقول لا انا عايز تعلمي من ماما الملوخية او البامية او ايه العيب في ده؟ ما هي مش يعني هي لو المقارنة ما هي ممكن ما تجيبش الطعم، هو هو مش لازم الطعم. المقارنة، بس مم. هي الفكرة في التحسس. اوكي. لا انا هو مش كده. هتعلم اكلة مامتك. طب إيه انت فارق طب لو معاكي ايه؟ اتحاولت وما عرفتش عادي. خلاص على الاقل شرف حاولت، هو لازم المحاولة. يقدر. اوكي، يعني انت شايف بس ان هي دايما تبقى مبادرة في المحاولة، اصل هو النتيجة مش عليها. معلش، يعني في النهاية احنا ناس اذكياء، وفي تشات جي بي تي دلوقتي، وفي 500 أداة اعملي تساعدنا. وصفة ملوخية مامته. يعني اوكي. خلاص خدت منه التفاصيل، مش فاهمة حاجة منها، اديتها لتشات جي بي تي صلح الوصفة عملتها. مفيش اختراع في الموضوع يعني. هنقعد نقول الطبخ نفس الكلام ده كله ماشي، بس انا مش داخل ميشلان ستار ريستورانت رايح اتعشى فيه. انا كل اللي عايزه شويه فراخ، شويه محشي، شويه كفته، شويه طيب اكل بسيط يعني. رأيك ايه في الراجل اللي في اول سنة بيبدأ يبقى عنده طريقة، او هل فعلا الراجل بعد اول سنة او في بداية اول سنة بيبقى عنده طريقة كده لما هو يبقى زعلان من زوجته من حاجة تانية فبيطلع زي ما بيقولوا القطط الفاطسة، او يقعد ينتقد حاجات في البيت وكذا كنوع من انواع تفريغ الضيق او اعتراض؟ هو احيانا الراجل والست بيعملوا الموضوع ده، لا الست ليها طرق مميزة بس نكد بقى. بتعمل برضو الطريقه دي حقيقة. الست بس لها هو tricks الراجل تانية. ممكن يبقى متضايق في موضوعين ثلاثه، ويجي مثلا في طبق الشوربه يقوم متعصب وذاكر الموضوعين الثلاثه دول. دي كتير رجاله بيعملوها. ده مباشر، ده في اللي هو بيقعد يطلع الشوربه باللي عمل الشوربه بالطاوله مش عاجباه. لا ده معصب، ده داخل في مود تاني يعني. الست تبقى ذكيه ان هو انتقام. ايه، يعني كلمه انتقام كبيره. هو في حاجه تانية، هو موجوع من شيء. بس مشكله الراجل ان هو ما بيجيش يعترف على طول. يعني ايه؟ طب ليه بقى؟ هي دي طبيعته يعني. انت اعرفي ايه الغلط، انت اعرفي ايه المفهوم. على فكره الست برضو بتعمل ده، انت تعرف لوحدك. يعني هما الاثنين بيتعاملوا ان الاثنين طب هل الحل ان هما يقعدوا مع بعض ويتكلموا كل فتره؟ ما هو ولا هيتوجعوا واحنا قاعدين مبسوطين هم بيقولوها في الخناق بقى، نتكلم. ما هي دي في الخناقه الاولى. لكن واحنا متخانقين بيبقى صعب نتكلم، فلازم يحطوا اسس للخناقه هتخلص ازاي. وهم راضين بعض وهم مبسوطين. يعني هو الصدمه الرابعه ان انتوا تحطوا الاسس للخناقه، مش بس الخناقه، اوكي، لحتى للتخارج. يعني اي بزنس وهم جايين يتشاركوا فيه بيقول لك التخارج هيكون ازاي قبل ما نتشارك. يعني لو طلعنا احنا حطيت مثلا، انت حطيت 1,000,000 وانا حطيت 1,000,000 وانا حطيت 2,000,000، انت عليك مجهود وانا عليا كذا. طب لو جينا نفترق هنقسمها ازاي؟ وتبقى مكتوبة. فنفس الكلام انا كتير بقول الناس بتستغرب، بقول له قبل ما تتجوزوا او قبل ما تتخطبوا اتفقوا هتخرجوا ازاي. ناس تستغرب يقول لك لا ما نحبش نتكلم في الكلام ده وليه نفول على نفسنا. بس هو اعتقد اغلب الدول العربيه دلوقتي او اغلب بالذات الاهالي هم اللي بيقفوا في الحته دي قوي، سواء بقى مؤخر سواء هم الحته دي تعتبر. انا مش بتكلم في الماديات، انا بتكلم في التخارج برقي وبفضل. ما اعتقدش الست بالذات يعني انا اعتقد ان دي ممكن تبقى ازمه نفسيه عند نساء كثيره. هي ما اعتقدش الست لا تحب الترك ولا تحب ان هي تحس ان هي معرضه لشيء زي ده، لان هي بتفقد القيمه بالجواز. اغلب الستات هي اللي بتطلب الطلب ده حقيقي، ما هي تحب تطلب. طب يعني واغلب الستات لا بتطلب وتصمم وبتروح واهلها بيخلوها تتطلق. اغلب الستات ده كتير جدا. الراجل على فكره ساعات يعني. بيستحمل
يقول لك ما هدش بيتي، لان هو اكتر حد تعب فيه. ما هو فعلا معلش 70% من الاستشارات انا بديهم يعني حتى كانوا بنأجل الطلاق. بيجيبوا ميم كده حلو قوي، يجيب امم. لك ايه، واحدة نايمة جنب جوزها سعيدة جدا بالجواز، وهو قاعد يفكر ومخنوق ومضغوط من الديون، فيقول لك وهي تقول لك والله أنا تعبت جدا في الجواز، وهي يقول لك استخارت في بيت أهلها توافق ولا ترفض. تمام. وهو اللي شايل الليلة. فهو الراجل مش عايز يخسر بس كل ده. هو بيدفعها الثمن. يعني يا محمد اغلب الرجاله العربيه عندهم مشكله في ان هو يتصالح مع انا عملت كل ده لنفسي اولا، وانا اللي اخترت الست دي تبقى اللي معايا، مش هتطير. يعني هو لازم يبقى برضه في جزء كده يكون زي ما نقول نهدي الناس على بعض، ان هو يبدا يعني يعقل فكره ان هي اكيد مش هتبقى واو، واللي انا عملته كتير كتير بقى عشان المجتمع بقى عايزه كتير. طيب هو كان مضطر، أنا ما بتكلمش هو إن بيبقى مستني الرجالة تمن، ملايكة، تمام، هو ولا غضبان، رجالة غضبه بيبقى قد ولا الفلوس. $1,000,000 هيبقى غضبان $1,000,000. جميل جميل. بس الراجل، يعني احنا بنتكلم في حالات اللي هي كرامته انجرحت، اللي هو حصل فيه خيانة، حصل يبقى هنا حاجة. هنقول بقى الحاجات الوحشة اللي ايوه تدمر على الجواز من حسب، الأول. لكن اتنين لقوا ان هم مش متفقين ومش عارف في استحالة للمعيشة. انت رأيك بقى ان في من أول سنة بيبان؟ اه طبعا. يبقى والغلط الصدمة. ان يجيبوا طفل او يكملوا. يبقى احنا بنقول ان أول سنة مع تأجيل الإنجاب اول سنة تجربة. تجربة، تجربة. ولازم نكون واقعيين حتى لو بيعشقوا بعض، طبعا. لأن ده الحياة بالذات اللي بيعشقوا بعض. ايوه. على فكرة، نسب نجاح الجواز في الناس الصالونات اللي اتقابلوا صالونات، او أعلى. اتقابلوا عن طريق مثلا، بقى في طرق كتيرة غير حتى الابليكيشنز، بقى في مثلا بعض خطابة. المساجد في اوروبا وفي امريكا بيعملوا ايفنتس ان الناس السنجلز تقابل بعض، او الناس تعرف على بعض. تمام. ورقه مكشوف. فانت من البدايه جاي عارف ده سنه كذا، بيشتغل كذا، بيعمل كذا، مش عارف ايه. فانت من قبل ما تقابليه، وهو من قبل ما يشوفك ومن قبل ما يسمع عنك، بيسمع ويعرف كل حاجه وياخد قرار عقلي بحت. وبعدين تقعدوا مع بعض تشوفوا انجذاب ولا لا. لكن اللي بيبقوا متجوزين عن حب، ده شافته فعجبها شكله، او هو شافها فانجذب ليها، فهو بمشاعره بالفيرمونز بواتيفر، بهرمونات بكده، قعد يقنع نفسه ببقية صفاتها كلها. يعني استحمل يقول لك يا حاجات شوف لو طريقة كان كلامها، جد. يا كذا، ده الكويس ليا، ده اللي بدور عليه. انت ويفضل قصدك انه بيتغاضى عن اشياء هتبان بعد الجواز طبعا شافها بقى. طبعا هو لو كان طبعا. سمع عنها بدون تأثير الهرمونز ما كانش. مش بس الفيرمونز، يعني انا بتكلم بشكل عام. انت شفت واحده اعجبت بيها، الاكستوسن. اعجبت بيها، جالك فاهم. مشاعر كويسه، بنيت عليها احلام وعصافير وقصر، وقعدتوا مع بعض وهي وكميه مشاعر في النص، فمفيش قرار عقلي واحد. دي اصلا الجوازات اللي بيحصل فيها ان الشاب بيروح يتقدم والاهل يبقوا رافضين. ليه؟ الاهل بيبصوا يشوفوا التوافق، عارفين بنتهم وعارفين الشاب ده. مش معنى كده ان انا بقول لا ان الاهالي دايما نقول مثلا صح، 50%. ولكن هم بيبصوا نظرا من بره. اه. تمام. في اهالي بيبصوا بالدين جزاهم الله خير، وبيقيموا فعلا الشخص، وبيقيموا بنتهم جاهزه ولا ماديات. لا. تمام. وبيشوفوا الجواز تمشي ولا لا. وفي الاهالي اللي بيعتبروها بيعه وشروه، لا ده ما ينفعناش، لا ده دخله مش عارف ايه. انا ما ببصش الكلام ده، ابص شوفوا في توافق فكري ولا لا، هل يعرفوا يحلوا مشاكلهم مع بعض ولا لا. يعني حتى لو في مشاكل ماديه في بدايه الجواز، هل الشخص ده يعرف يعديها؟ هل بنتهم هتستحمل؟ يعني واحد عارف ان بنته ما يعني متدلعه جدا، ما تستحملش الفقر. ده تمام. حقيقي جالي يروح كتير في استشارات يتجوزها مستحيل تستحمل فقر، لشاب محتاجة لسه بيبدأ، فلوس. بنت ويجوا عز. يلوموا على الشاب بعد كده مثلا، وهم مثلا بيعملوا دراسات عليا في بلد ما او في اي مكان، يقول لا احنا شايفين ان انت مش بتدعم بنتنا زي ما احنا كنا متخيلين. طب يا جماعة انتوا كنتوا فين في البداية؟ صحيح. في اهالي بيتدخلوا، ده حالات جات لي بيكملوا دعم، وانا بحس ان ده حل مؤقت بصراحه. يعني دي الصدمه اللي ممكن الناس تسمعها. لو بعد كده باين ان في مستقبل مادي كويس، والبنت احتمال بس هي بتكوب وهتبدا تتعلم وتعتمد على نفسها، ده حل ممكن يكون لمده محدده كويس. بس لو ده حل انت كده ممكن تطول المده فيجي اطفال، فتبقى الكارثه اسوأ في الانفصال بعدين. صحيح. طيب هو عشان حتة الدعم والمادة والكلام ده كله، انت تتكلمي هنا على الدعم المادي من اهل الشاب لا، من اهل البنت او من اهل ليها. البنت؟
لحد جميل. ما يقف من على اهل رجله. البنت ليها، ولو من البنت لزوجها، عشان في طالعه موضه دلوقتي البنت ما تصرفش، الراجل قوام، مش عارف انت كده مش راجل. تمام. وطالعه الموضه دي في الكلام. الكلام في ظاهره صح. تمام. لكن لو البنت دي الراجل كويس ودينيا كويس ومتربي وذو اخلاق، والبنت عندها مال او اهلها مدينها مال، تمام، وشايفين ان الراجل ده مؤتمن وممكن هو فعلا سعادة بنتهم معاه، يبقى المال ملوش قيمة. النبي عليه السلام جه في وقت قال على السيدة خديجة أغنتني بمالها. هل ينفع نقول عن النبي عليه السلام إن ده ما كانش من الرجولة إنه يعمل كده؟ هل نقدر نستجري؟ يعني حاشا لله إن إحنا نقول الكلام ده. طب مش هو الناس اللي كان. طالعة موضة عشان ترضي الستات وبتقول الكلام ده مم. بيقولوه على أي أساس؟ مم. لان الاصل في الحياة مش المال. الاصل ان احنا يوم ما نعرف نقع في مشكلة ازاي نكبر المساحة المشتركة بينا، مم. ونشوف مساحة التفاهم بينا عاملة ازاي، وايه الحاجات الاسس اللي حطيناها للزواج بتاعنا وابتدينا نبنيه عليها، ومساحة الفهم ومساحة الفضل مش الحق، مش انت عليك ايه وانا عليا ايه وانت عملت ايه وانا عملت ايه، والناس ترتقي. هي احنا بقينا مفتقدين في المجتمع ده للرقي في المعاملة، للأخلاق في المعاملة، للفضل اوكي. اللي بين الناس في الجواز. طيب خلينا نرجع خطوة لورا. قبل الجواز انت قلت انه اثبتت الدراسات او كذا انه جواز الصالونات او الجواز المبني بفكر عقلي لا ممكن نجاحه يبقى اعلى، وخصوصا لما يبقى مدرك النواقص، فالرجل عارف هو داخل على ايه وهو هيستحمل ولا مش هيستحمل. طيب بالنسبة للشكل، نسبة أهمية الشكل للرجل في الانجذاب في الجواز كام في المية؟ طيب هي مش بنسبة، وتختلف من راجل للتاني. مم. والمشكلة الانستجرام والسوشيال ميديا علوا السقف قوي. بس في نفس الوقت الأدوات اللي بقت متاحة للست غير زمان عليت جدا، ده حقيقي. انها تقدر تتظبط شكلها، تخسس نفسها. يعني حتى التخسيس امره خس الوقت، هيتحسن جدا بموضوع البيبتايدز دلوقتي. فهي الفكرة كلها انت عارف انك عايز واحدة فوق المتوسطة. تمام. طب هو تحت المتوسطة تتجوز ازاي؟ ثواني بس، اصل هي كل حد وليه ما يناسبه. بالظبط. فوق المتوسط بتاعي غير فوق المتوسط بتاع الشخص التاني. صحيح. بس انت ما لازم تشتغل على نفسك. يعني ما تطلبش واحدة حلوة بشكل ما او ليها مواصفات معينة وانت اصلا شكلك لا يتيح لك تطلع اول الشارع. ما هي الحلوة دي عادي جدا انه يبقاش حلو لا في حالة واحدة بس، لو هو بيديها المبلغ اللي يخلي شكله حلو، احنا صدقني. بنتكلم على قبل اه. الجواز والانجذاب، وانا بنقي ازاي. مم. تمام. انا كراجل والله يعني مثلا لو جواز صالونات او يعني جواز من الاخر يعني كده الراجل حد بيعرف عارف من انا اول بدور على جلسة، ايه. هو بيعرف من اول جلسة ان هو هينجذب لها ولا لا؟ اه طبعا. اه تمام. طبعا اوكي. بيبصوا، يعني حتى لو بيقابلها اونلاين، حتى لو كذا بيبص بيلمح، بيبقى بيعرف مثلا الوزن بيقدر يحس. بيبص وبيعرف حتى لو عملت كام حاجة في شكلها يبقى شكلها عامل ازاي، الا بقى لو راجل هو غلبان جدا ما يعرفش حاجة. طيب. فده اصلا بالنسبة له يعني الشكل مش الاساس. طب لو راجل جه وشاف واحدة وكان في زي قبول واختفى، ده معناها ايه؟ اختفى بدون اعتذار يعني ولا؟ طيب حصلت شافها ايه؟ كتير. عمل رؤية شرعية يعني ده عامل زي مش بيعرف يواجه ايوه، شخصيته. مواجهة القرار. يعني مم. دي حتى بتحصل في شراء العربيات، في شراء العقارات، في اي قرار كبير. الشخص فجأة بيبقى متفق على كل حاجة في العقد، وفجأة يختفي. هو عنده دايما خوف من اخذان القرار. يبقى هو اصلا خايف من الجواز في حد ذاته. لا ملوش في علاقة بالجواز. من الجواز من دي. من دي هو شايف في دماغه يا اما هو خايف اصلا من الجواز وبيلعب بالناس. تمام. يا اما هو خايف انه يرد، فمتخيل ان هو لو رد ان هو هيكسر مثلا قلب البنت. وده بيحصل امتى؟ بيحصل لما بيكون العلاقة مباشرة ما بين الراجل والست. يعني ايه؟ اتعرفوا على اب اونلاين بدون وجود مثلا طرف ثالث، بدون وجود محرم، بدون وجود حد يعرفهم ببعض. هي الابس دي انا اعتقد ان احنا محتاجين لها
بودكاست كامل، لان تقريبا انا متخيله ان خلال سنتين هيبقى يعني ممكن تقول 30% من الجوازات هتبقى من خلال الابس. هو بتهيألي اوريدي دلوقتي اه الرقم وصل ممكن ال اه 30%. يعني. بس هي المشكله في موضوع الجوستنج ده، وان الشخص يختفي، دي كتيره جدا. بس هي دايما بتذكر في الرجاله، وان ازاي قد ايه بتترك اثر نفسي لكن سيء. الست تجوست عادي. لكن بالظبط، لكن الست الست تختفي انا جوست عادي. خفيفه فبتطير زي الفراشه. فلكن لو الناس ماشيه بضوابط وماشيه بشكل كويس، الشخص اللي في النص ده بيقول والله يا ابو فلانه ما حصلش نصيب، والله الشخص سافر، بيلاقي طريقه سبحان الله. ان يعني هو يخفف الضغط. يعني لو كانت الطريقه بالطريقه الكلاسيك اللي فيها محارم واهل وكذا، دايما بتبقى محترم حتى في انهائها. مش بس حتى بالمحارم، لو هي عن علاقه اصدقاء، تمام، او اخت او خال مش او واحد عم او وواحده. حاجه، وتقابلوا بره قدرا. في ناس بيعملوا انه بيروحوا كافيه يشوفها وهي قاعده مثلا مع ناس، وهي تشوفه ويمشوا وما يتكلموش. والله يبقى رحمنا. ولو في نصيب بيتقابلوا مقابله تانية، مفيش ريح نصيب واستريح تمام. الراجل. الستات لكن بتتعلق للأسف. غالبا الراجل لو شاف واحده وعجبته ومواصفاتها عجبته وقعد معاها اول جلسه واتكلم واختفى، غالبا ده بيكمل ما بيختفيش. لو اختفى يبقى آه. الجلسه دي يا شاف في البيت حاجه مش عاجباه، لان دي دايما بنقولها أوف. للشباب اما تدخل صدمة بيت دي. ارمي عين في كل حته، شوف واو. هل البيت ده متزن. خلي بالكم يا بنات، تصريح هام. مين اللي لابس البنطلون في البيت، الام ولا الاب؟ دور الأم أو طريقة معاملة الأم للزوج لأبوها، فلازم تشوف الحاجات دي تربية. تمام. فلو لقيت الدنيا مش متزنه ومش مظبطه، ما تقولش انقذ البنت، اجري، اهرب من البيت. انت مش مطالب ان انت تكون منقذ الكون. يعني من الآخر الجواز الشفقة بوجهة نظرك كرجل وكزوج مش كويس. ولا تتزوج شفقة، كلمة واحدة. لان انت وقت ما الشفقة دي رصيدها يخلص او يحصل مشكلة، انت هتقول لها او هي هتقول لك ده انا كويس ان انا رضيت بيك. اوكي، يعني الطرف اللي عنده اللي شفق هيعاير. وشوفنا ده في حالات كتير طبعاً. بعد سنين في طبعاً. الانفصال مدمر، مؤلم جدا او مش صراحة. كفايه ان قبلت بيكي، يعني أو ده الألم أنتِ البدري معيوبة. الألم اللي بدري أحسن من الألم المتأخر. طبعا وبتيجي كتير في استشارات واسئله، يقول لك مثلا انا عندي اعاقه، اقول لها من البدايه او انا عندي اعاقه، اقول لها ولا ما اقولهاش؟ يعني قول خلاص المشكله اللي عندك، والشخص لو قبل تقوله، بس انت مش هتيجي في يوم من الايام تفتكر ان انت هتقلل مني أنا بسبب دايما الموضوع بقول ده. كلمة حرر نفسك. حرر نفسك، ما تخليش لك، ما تخليش حد ليه حاجه عندك. يوجعك. انا زي ما انا تمام. شاب عنده مشكله عادي، روح اتجوز واحده عاديه، بس ابقى معرفه ايه مشكلتك، او هي تبقى قايله ايه مشكلتها. طيب نتخيل الحمد لله بعد ما شافها الشوفة دي والأمور مشيت وما عملش جوستنج ودخل وجوزه، هي حملت. ماشي، وجابوا أول بيبي في أول سنة. هل تحول الزوجة الأم بيقفل الزوج منها؟ لو هو مش فاهم التغيرات اللي هي بتمر بيها ومش جاهز أصلا للموضوع وفجأة حصل، لو هنتكلم على مثلا على الناحية الجسدية، من أول وحم معانا الفيلم من الوحم والكلام ده. يعني في ستات غصب عنها بيكون وحمها أصلا صعب، بيكون حملها صعب، 9 شهور بيكون صعب. ده حقيقي. في ستات ما بتتحركش، ستات بتفضل ترجع، وعايزة مثبتات وعايزة كذا، ويمنعوا العلاقة. فده خلاص، ده لازم يعني ايه، ده نصيبك، ده ابتلاء. طب رأيك هل ممكن راجل في الوقت ده يتزوج؟ لا طبعا. مؤلمة فعلا، صح؟ لا طبعا. اصل انت رايح، انت عامل زي ايه، مش مدرك كل حاجة. بنينا مشروع مع بعض وابتدينا نطلع عمارة جديدة، فانا قاعد ببني في العمارة دي وانت بتجيب لي المونة في 9 شهور وبتجيب لي الحاجات بتاعت البيت. انت قلت ايه ده، انا مش حاسس بيك ان انت معايا بتبنيش، اروح اتجوز. كده يبقى من بدايتها سهل على الدنيا. يعني انت بتتكلمي في اول سنة جواز. تو شورت. فشورت جدا. طب يعني لو انت باين ان في فشل في الجواز وانت كنت ناوي على ده، لمح بيه. بس طبعا يعني لو انت عايز اطلع يفضل قبل الحمل. لو حصل الحمل وكده وانت شايف ان في استحالة للزواج يكمل، تمام، خلاص اما تضع بلغها، قول لها والله انا
عايز اتزوج تاني، ايا كان اسبابك ايه، في النهايه هي حاجه حلال. تمام. ايوه تمام، انا بس بحكي انه مش بنتكلم في حاجات دلوقتي. بتبقى يعني خارجه عن اراده الطرفين، هي دي المشكله دايما. في ناس بيحصل مثلا عندهم حمل فجاه ما يكونش بلاند اصلا. طب انت رايك ان لو المراه متفقين هما لتاخير الانجاب مم. والست حملت، هو قالت انها مش قصد، بس ان دي جات لي للاسف، وهي كانت بتسالني هل انا احمل من غير، هو احنا متفقين ما نجيبش واحمل، فانا قلت لها لا ده ما ينفعش، يعني انا في ظني كمان حتى دي لا انا ما يجوز. اعرفش في دينيا انا ايه، بتكلم ولكن على العقد شعور شريعه الرجل المتعاقدين. شعور الرجل اللي هو احنا متفقين ان احنا اول سنه مثلا ما نجيبش، فهي بقى اتذاكت وعملت حاجه زي كده، ده ممكن يبقى واقع ايه على نفسيه الزوج، عشان برضو الستات اللي سامعيننا ما يخاطروش بالمخاطره دي، والعكس صحيح. يعني انا شايفه ان الاثنين لازم يتفقوا. يعني بنسبه كبيره لو هو ساذج هيصدق ان هي ما كانتش قصده، لو هو ساذج. تمام. لكن لو هو لا هو مصحصح عرف ان هي مش وعرف ان هي قصدها قصده وعملت الموضوع ده غصب عنه، عمره ما هيثق فيها في فكرها تاني مم. او فيها او في رايها، وهيحس ان ايه في تدبيس كده، وهيحس ان هيستمر، وهيحس ان هو كمان جوازها بقى وحياتها او وجودها معاه بقى تقيل عليه. يعني واحد ايه فرض نفسه عليك بالعيال بالغصب كده، انا مضطر اعيش معاه. هي للاسف دي بتحصل لما بيبقى في طرف ثالث زي ضغط الام، او هي اللي نصحتها النصيحه دي. عشان كده بنقول يا جماعه ما بالظبط. حدش يعني في مصيبه عندك في البيت نستشير الناس المستشارين الاول، بعدين نقول ولو لاهلنا، الجواز لان الاهل في للاسف بياخدوا مشاكل، سايد. لو الجواز او زواجهم فيه مشاكل، يفضل ان ينتظروا على الانجاب، لان ايوه انتوا صحيح. محتاجين تفهموا نفسكم في الاول وتحلوا مشاكلكم. يعني اللي يقول لكم هاتوا طفل فمشاكلكم هتتحل، ده ساذج. طيب سؤال بقى حيوي، بما ان في اول سنه الست بتكتشف، دي اعتقد دي الصدمه السابعه تقريبا، ليه الست بتكتشف اول لما بتتجوز ان هي هتضطر تزن على زوجها عشان يعمل اي حاجه؟ يعني ان هي تقول له مثلا ايه عايزين نغير اللي مش عارفه ايه، تكتشف ان دي كلمه واحده ما بتظبطش، فبتتحول هي المراه الزنانه وهو يشتكي من زنها. ليه دي بتحصل بقى؟ طيب موضوع الزن ده، والله انت لو جايه بتكلميه وهو بيتفرج على ماتش او قاعد شغال فهو مش سامعك. اوكي. فهو حتى لو قعدتي تزن هو غصب عنه هو مش تكتب له على سامعك. الواتساب هو وقتها احادي بيفكر في حاجه واحده. تمام. ولو بعت له على الواتساب وما ردش وقالك هيعمل تمام ميوت. هعملها او كده، فاعرفي ان هو غالبا ما قراهاش طب بالظبط. ما هو كده تزن. النقطه التانية، انا جاي لك في الكلام، النقطه التانية ان هي بيضايقها ان هو ما اداش ميعاد محدد الحاجه دي هتعمل او امتى. التجاهل. لا هو يعني ايه، مجرد هو اصلا الراجل بيرد عشان يبين انه عرف ويقفل، خلاص خير ان شاء الله هنغيرها هنظبطها. بس الموضوع مشروع مفتوح. مات الموضوع يعني مثلا اتدفن. انا مش قلت الباب ده انا مش قلت لك اني هصلحه. اي تمام. تقول له ده الباب بايظ من غيث وهو في تانية حضانه. ايوه تمام. دلوقتي غيث بقى في ثانوي، بس انا قلت ان انا هعمله. هو في دماغه هو محطوط في الليسته. طب انت رايك هيعمله ومسؤول. الست تعمل ايه؟ لو الموضوع مش ذو اهميه كبيره عندها تسلك، تمام خلاص يعني سيبي الموضوع. ولا تعمله. لا عايز تعملي اعمليه. ما هو بيتعود بقى، هنا الترك. خلاص ما هي دي براحتك، لا عايزه تعمليه اعمليه. ولو سهل عليك ان انت تعمليه ما تريحي نفسك. ما هي الست بتخاف الراجل يتعود، لان اكشلي في يتعود بيتعودوا على ايه؟ ما هي لو يتعود ان هو ما دايما هو هي لو اللي بتعمل كل حاجه. لو الراجل عامل مم. اللي عليه وشايل البيت وشايل فواتيره وشايل جوه البيت وبيدي الولاد معاه ورايح انا دي وجاي، وجهه نظري بقى، شفت تمام. التركه بقى. وحاجات بسيطه انت هي بقى عندك من تجيب الوقت. النجار وتلبسه في الفلوس تمام. وعليه بالعافيه. مفيش تلبيس. هو ما فعلا ايوه، ما هو ما هو قامش الراجل بقى، مش نجار في البيت. ما هو ما قامش، ما هي دي. بس هو الفكره كلها، طيب انت عايزاه يجيب الشخص اللي هيصلح او يجيب الشخص يعمل حاجه. انا كنت برد على السؤال ده ان هو في حاجات اكبر. يعني مثلا رحله معينه عايزين يطلعوا، هو يقول لها ان شاء الله لما هم الولاد هنطلعها. بيبقوا كبروا بقى دخلوا الجامعه مفيش تمام. الرحله. فانا بتكلم في رحلة الحاجات دي. هو المدرسة. الراجل مثلا ناوي ان هو لا هنطلع الحج مثلا قريب، قاعد بيحوش هو له هيحج مثلا. عنها لما تتوفى. يعني مش ان شاء الله لا يعني. فهو انا بتكلم في الحاجات دي، لكن بتكلم في حاجه البيت وكده خلاص اتفق معاه، قولي له بس في خلال الاسبوع ده اليوم الفلاني عايزين نعمل حاجه دي. أوكي. تمام. وادي رقم الراجل يبقى هي بتاع تقول له المجمع. يا اما بديتس وسيستم وتبقى مسهله الموضوع وجايه كده بالتقرير وهو يمضي،
او تبقى بتخيره مثلا تقول له يوم الاربع ولا يوم الثلاث الساعه كذا كذا مثلا، يعني اما تحدد الحاجه بيوم بدون عاطفه بدون عاطفه ولا اي حاجه، ولا مش لاش لوم بقى ان هو ولا عدم مهتم ومش وتقوم مدمعه. يعني. لان الراجل اصلا يعني ايه، بيقول لي مثلا مراته والله نفسي اكل الاكله الفلانيه، تمام، هو نفس الكلام ما بيقولهاش انا عايز اكلها النهارده. تخيل الست، لا الست يعني تحب بقى الوضوح. يعني انا في ظني لو الست اتقال لها انا عايز الاكل الفلانيه النهارده حسب ظروفها وكذا، هي ممكن تلغي كل وفي حاجه ستات وتريح. تزعل تقول ما انا ما كنتش هتزعل، هي عامله كده كده حسابي وكان زعلانه لازم نشتري ما حاجتها، هم بيقولوا وكنت برضه تقول دي لي مفاجاه وانا بقى. كنت عامله ان خطه الاسبوع هناكل كذا، او اه انا مثلا شاريه الوجبات من المكان الفلاني، او مثلا الست اللي لا، بتيجي تعمل لنا الاكل خليت او منظري مش فاجئتني كويس قدام قرايبك، دي معروفه دي. يعني فجأة كده. طيب برأيك بما ان احنا دخلنا ان هي طبخت وما طبختش وكذا وكذا، تعريف الزوجة النكدية اللي هي بتظهر بقى من اول سنة ايه؟ طيب انا بشوف يعني ايه ان دي فكره شويه ظالمه للست، فكره اللي هي ايه. لا بس والله يعني الزوجة النكدية يعني نفس الستات بتعترف تقول لك انا زوجة نكدية. ماشي، بس بيجوا لي هو يقولوا لي. انا بشوف اكتر ان هي عندها حاجات وشويه مشاكل بتبقى بتصرخ بسببها في عقلها وعلى الراجل، زائد ان هو ما كانش متوقع التغيرات الهرمونيه اللي عندها، امم يا شويه ايشوز نفسيه، مشاكل نفسيه موجوده عندها. لكن هي الست بطبعها مش نكديه، يعني الست في واو، الاصل تصريح يعني كائن هيقلب كائن الكون. فرفوش، كائن فرفوش والله وبيحب الله يرزقنا يفرفش. هي اصلا بتتجوز عشان تفرفش حياه الفرفشة راجل. دي والله. يعني هي الست ممكن تكون أم تأثير الإعلام، يمكن تكون كانت الست فرفوشة زمان لا واتغيرت ما زال هتلاقي الست فعلا نفسها تفرح يعني اما غلبانة. بتبقى بتحب بجد، ايوه اما هتبقى بتحب بجد وموجوده حوالين راجل هي مرتاحه في وجوده، هتلاقيها عامله زي الطفله، فرفوشة هتلاقيها زي الطفله بتتحرك معاك كأن في طفله في البيت دي وبتجري وبتلعب الطبيعية. مبسوط، دي الطبيعيه. اوكي، تمام. هو ممكن نقول فعلا ده حقيقي مشهد يا عيني المؤثر جدا، اللي هي تبقى يوم الاجازه صاحيه بدري ولبسه العيال ومستنياه عشان يخرجوا حبيبتي، وعماله تصحيبها على 3 ساعات نفسها تفرح. بس هو ده لا مؤثر يعني جدا والله بصراحه. هو طبيعي، لازم هو كمان يبقى سعيد بان هو ما هو يخرجها عايز ويفسحها. يرتاح، هو عايز يرتاح. ما هي بقى يعني فكرة المشكلة ان احنا بنتكلم، احنا بقينا عايشين في عالمين هو متوازيين. العالم مش مظبط، ايوه انا تمام. معاك. في ناس اه تمام عندها مشاكل دول عالم اول، يجوا لك يقول لك تاني احنا وتالت، احنا بيجي لنا التلاتة، اول يعني تاني تالت يعني استشارات هو في يعني الشركة طول الوقت، او هو مثلا في اخر سفرة لينا في سويسرا حصل ده كذا كذا. حقيقي. تمام. والشغاله بصت لي وكده. والشغالة عملت ومش عارف مين سلفتي راحت، وبيجي لك الناس اللي عايشين في عالم تاني مشاكلهم بقى ان هو ايه، ضغوط اوروبا مش عارفه الحياة ايه في اوروبا، في المجتمع ضغطة العامل بس مدعوم من الدوله بالظبط، تعبان فالاجازة فما طلعناش. وفي بقى اللي تحت كادح بقى بقى جدا في الحياة والدنيا، ما فيش اصلا هو فلوس عنده بقى. وقت يقول لك يعني ايه. وحتى يعني في امريكا هو طول الاسبوع مطحون واخد شيفت زياده، مش قادر يغطي اللي عليه، والست كمان ممكن تكون بتشتغل ومستنيه الوقت كذا كده عشان شغلانه. يروحوا مواعيد الدكاتره، والدنيا ضغط عليهم، وكل شهر عليهم كريدت كاردز ومديونين وسالفين من طوب الارض، وعاملين جمعيه عشان ينزلوا اجازه يرجعوا بلدهم يزوروا اهلهم. فهي مشاكل العوالم مختلفه. ومن هنا تصريح مهم ان كله عنده مشاكل. لا هو كله هو سبحان كله عنده الله. مشاكل، البلاء وكل ما اختنيت على قد ما في مشاكل بتتحل بالفلوس، على قد تظهر ما في مشاكل بتظهر الفلوس. مشاكل تانية. تمام. وكل ما الطرف بيزيد، لو انت يعني دي مشكلة، ودي اللي بتجيلنا كتير مثلا. يعني ممكن هو بيقول لك مثلا ابكي بقى في الجزيره على اليخت بتاعي غير اما ابكي. لا مش بس ما انا كده، حاطين انت ابكي، لازم فاهم؟ يعني اوكي الناس الناجحة والغنية في الحياة بيبقى عندهم مشاكل اقوى، ده حقيقي، بيحتاجوا دعم واتعب، نفسي قوي. بيحتاجوا دعم ان انت تساعده ان هو ياخد الليفل اللي بعده في ده الحياه. حقيقي، ممكن يعني يكون هو اكتر حاجه حقق مثلا فقدها، فقد الصحبه، فقد هدف مادي. يعني المنتور. مثلا هو السنه دي مثلا شركته عدت مثلا في ارباحها 10 مليون دولار او اكتر. اه تمام. بس هو بيقول لك انا مش حاسس اني عايز بنفسه. انتحر، ده حاسس ان انا مش لاقي نفسي، شفناها، تخيلوا، صدق الله تصدق. حاسس ان انا مش عايش. م. فبتضطر تشتغل معاه على حاجات تانية وتحديات بيسكس. تانية خالص،
ان هو ازاي يطلع نفسه اللي هو فيه ويرسم لنفسه كاركتر وينجح، لان ده عنده من المساحة انه يعمل ده. التاني انت بتشتغل معاه على ازاي بالمعطيات البسيطة اللي عنده يحول حياته. فانت عايز تاخد من ده شوية حاجات وعايز ترجع لده شوية حاجات. فاللي مشغول قوي مش فاضي يركز في مشاعره وفي فكر بيقول ايه، والانشغال ده مخليه مربوط في ساقية بقى زي عنده الحياة، اختراق. ف بتمشي الدنيا معاه. مم. اللي في النص شويه لا بيحتاج شويه علاجات، بيبقى عنده شويه، بيبقى عنده مشاكل من الاثنين. مشاكل بيبقى عنده مرحلية. مشاكل من الاثنين، لان هو بيبقى في مرحله ونص، مشاكل من عند الاغنياء جدا ومشاكل من عند الناس العاديه. الطبقة تمام. الوسطى. الطبقه الوسطى ده اللي هي الأساس. اغلب الناس، اللي هو فجاه تلاقيها مثلا في استشاره بتقول لك جوزي مشكلته كلم واحدة تانية. بيكلم واحده تانية. ليه؟ عنده شويه وقت ان هو ايه يرفه، وهي مش واخده بالها وركزت مع العيال، او نزلت بلدها تشتري شاليه مثلا. تمام. او ما ركزتش معاه وسافرت مع خواتها. الغني جدا مشاكله لا، هو عنده مشاكل مثلا في الصغر كان بيربيه الخدامه. تمام. او كان بيتضرب مثلا فمش حاسس بقيمته. فبتلاقي عندك انت محتاج تشتغل معاه كوتشنج بشكل مختلف خالص. فكل واحد بيبقى ليه بروجرام معين يتناسب مع احتياجه ايه. طبعا فكل واحد من دول هتبقى تجربة جوازه بمعاناته في السنة الأولى مختلفة، ولكن كلهم بيجمعوا في نقطة واحدة، إن الراجل لما يعني بيتضايق دايما شكوى السيدات إن هو بيعمل زي صمت عقابي أو بيسكت، وده شيء مستفز جدا للسيدات. فليه الراجل لما بيتضايق في كل مستوياته بيسكت، أو زي ما بيقولوا بيروح للكهف بتاعه أو ما بيتكلمش؟ طيب هو مش ده وهو متضايق من الست، هو ده وهو متضايق في اي حاجه او عنده مشكله. تمام. هو الراجل بيسكت ليه؟ مخه قاعد بيعمل معالجه للموضوع، قاعد يحسب يشوف يطلع من المشكله دي ازاي، قاعد يفكر ازاي يلاقي حل بحيث ان هو يقدر يطلع من المشكله دي. فوقت ما بيلاقي حل وينور في دماغه بيرجع تاني للمجتمع، هو بينعزل الفتره دي. ودي احد الاساليب اللي الراجل بيعالج بيها مشاكله، عكس الست. الست بتعمل ايه؟ فضفض. تعبر لبره. مجرد ما عبرت لبره هي حلت المشكله، هي مش مهم هي اصلا عندها ارتاحت. حل المشكله، هي ارتاحت. ارتاحت. تمام. فهي بتروح له عايزه تعالجه كست. طب احكي لي، فضفض لي، قول لي ايه اللي مضايقك، انت بتخنقيه زياده. وهو برضو العكس، ان هو وقت ما هي متضايقه طب فيقول في لها اللحظة دي المفروض الست طب تعمل ايه؟ روحي ارتاحي شويه وبتبقي كويسه. تروح ايه؟ عايزاك تتكلم ده معاها. ممكن تموت يقول فيها. لها تتجلط. مبسوطه يا حبيبتي ولا لا؟ تقول له متضايقه. يقول لها ايه اللي مضايقك؟ تقول له لا خلاص ما فيش. يقول لها طيب، ويقوم ماشي. ده كده ممكن يحصل لها حاجة. فهي الموضوع ما بيمشيش كده. انت لازم كراجل تفهم، مش بقولك يبقى عندك طاقه انوثه، تفهم الانثى بتشتغل ازاي. ده أكيد. هي محتاجه تسمعها وتحتويها. اسمع وطنش، مش طنش ان انت تنفض لكلامها او استهين بيه. تمام. فيعني النبي عليه السلام يعني اروع مثال، يعني بيت النبوة ده كان فيه كل الامثلة اللي احنا محتاجينها. صحيح. في حديث بتاع ام زرع، فحديث طويل جدا، 11 ست عند السيدة عائشة بيحكوا عن اجوازاتهم وحياتهم معها عاملة ازاي. فأم زرع حكت كلام كتير جدا عن جوزها، بس في الآخر حكت إيه؟ إن بعد الخير ده كله وانبسطت وحياتها إن هو طلقها. فالسيدة عائشة قعدت تحكي كل ده معاه. النبي صلى ما عادش يقول لها هو أنا مش بعمل ده، هو أنت مش كذا. سمع 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 وقال لها جملتين. تمام. في معناه كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. طمنها بس، وانتهى الحديث على كده. سبحان الله. فهي الفكرة في ذكائك في الحوار مع الأنثى، ان انت ازاي تكلم عقلها كأنثى من منظورك الرجولي، تطمنها وتحتويها، تحسسها بالأمان. هي إذا حست بالأمان هتنتعش، هتبقى زي الوردة المفتحة. وميزة المرأة في حياة الرجل
ان هي الراجل لو بيبني في اي حاجه اخره مثلا هيشيل فلوس، هيشيل ذهب. الست اي حاجه بتديها لها بتضاعفها، بتزودها، بتجيب لها اغراض للبيت، بتطلع منها وجبات تحولها لك. انت جايب شويه مواد اوليه، بتجيب شويه ورد، هي بتقوم مزينه بيه البيت. بتشتري انت شقه وشويه عفش في كراتين، فجاه بتلاقي مكان معمول بس دي بديكورات صدقني الست انوثتها فيه. يعني كويسة ومتزنة جدا. يعني هو في دي فطره مشاكل الانثى، ان هي كتير المضاعفه. بقت تخلي لا الست المضاعفه حتى لا تحول هتلاقي، المقادير ولا حتى في الام ابنها يبدا يشتغل تقول له هات فلوس هحوشها لك، تاخد منه جزء كبير من راتبه. اعتقد في فجاه الماضي. فجاه يلاقيها عامله له جمعيات وشايله له مبلغ يتجوز بيه ما يعرفش ما I منين. don't think الامهات الجداد لا اعتقد نرجع بقى تلاقي كده. نرجع للاصل. لا، يمكن فعلا ان هم لازم وابسط يعملوا حاجه ده انت بتتجوز بطريقة الست، صح. تمام، بتاخد منها علاقه، بتديك طفل بعد 9 شهور، صحيح بتديك صحيح. انسان كامل. سبحان الله. الراجل لو غني واتجوز واحده ست فاهماه بيبقى اغنى وبيبقى احسن. فهي وجودها في حياته لمضاعفه اي شيء وتحسينه. الست زي ما نقول متزنة الأنوثة. لو هو راجل هيخليها متزنة الأنوثة. ما هو في بيرتاحوا والله، في بيريحوا. لو هو راجل اه هتفضل هي خايفة، مش خايفة، هتفضل هي عامله له حابة، حساب، عامله له حساب. لا حابة تحافظ على علاقة مع راجل زيه، لأن هي عارفة ما هي إن ده راجل مرتاحة. مطلوب في المجتمع. ما هي لو مرتاحة ولقت الراجل ده وكويسة، طب ما انا جالي حالات كده وكان كويس ومدلعها، فهي ريحت. خلاص ريحت. يعني معناها إن هما الاتنين مش بيتكلموا على نفس الشبكة، بالظبط مش ايوه. بيتكلموا هو في نفس المستوى. انطلق وهي ارتاحت، فجت فجأة خلاص والله يبقى ده في هما واحدة خلاص تانية. بقى كل واحد، يبقى هما ما عادوش فريق واحد، بالظبط يبقى هو هما كان بقوا في اتنين. في حاجة حصلت شرخ وهو ما كانش بالظبط. مدرك. امتى الراجل يبدأ يفقد الشغف في زوجته، خصوصا في أول سنة؟ هل ممكن إنه يفقد الشغف من أول سنة؟ طيب هو مش بيبقى فقدان للشغف، هو اللي بيحصل في الأول إن هو في أول سنة هو داخل عنده انرجي وعنده هرمونات وعنده تصور معين للجواز ده، وبيبدأ بعد كده الطاقة دي اللي عنده تبدأ يحصل فيها توازن. يعني هو واحد داخل منجرف مع أحاسيسه، وهي الست نفس الكلام. بعدين يبدأ يوصل لمرحلة البالانس، هو خلاص ضمن الست ومعاهم متجوزين وبقى فيه روتين للبيت، يرجع بقى يشتغل ويبني، يرجع يظبط الدنيا تاني، يرجع يشوف هيعملوا ايه. الفرح خلص والهانيمون خلص، ما هي الست ما هنعيش بقى. بتشوفهاش كده، الست بتشوفها يعني إنه كأن هو آم، هي عندها إحساس للأسف بالنقص. أنا معرفش هو مين زرعه، بس هو بشكل ما إنه مجرد كده إن هو بقى مهتم بيها قوي في الهانيمون. جات لي كتير في استشارات، عشان كده ممكن أكون أنا واخدة السايد بتاعهم أو أحاسيسهم عاملة إزاي في المرحلة دي. إن هو بعد الهانيمون والاهتمام والخروج والقعاد كتير والعلاقة كتير وكذا كذا، فجأة رجع لشغله واصحابه وكذا، فبدأت تحس كده اللي هو كأنه في خواء حصل رهيب. هي بتحسها انه كأنه هي مش عاجباه. في ناس بيحسوها حتى بعد 10 سنين. تيجي الست تقول له انا حاسه ان انت ما بقتش تحبني زي الاول. بس هي كل مرحله وليها حاجتها، هي لازم يبقى عندها توقع او مش توقع، فهم للمراحل. يعني احنا دلوقتي انا لازم هرجع الشغل، يعني لازم هرجع ابقى بشتغل عدد ساعات في اليوم او عدد ساعات في الاسبوع ايا كان طبيعه شغل الشخص. والله لو شغله بيسافر يبقى هو لازم بيسافر، هم متفقين على الكلام ده من قبل كده. والفتره دي احنا واخدينها توقف في الحياه عشان يحصل بينا توافق قوي قوي ونفهم بعض قوي ونركز مع بعض جدا. فهذه فتره مؤقته، كل فتره لو ظروفهم تسمح يكرروها، يسافروا مره في السنه، يسافروا مرتين، ايا كان الوقت اللي يسمحوا لهم، وقت يهتموا فيه سبيشال ببعض. عشان كده كنا دايما بنقول للناس ايه، خلي عندكم مرة في الاسبوع تخرجوا سوا بدون اطفال، وهم اول سنة تخرجوا لوحدكم. يعني الحل تكون الروتين طبعا، يعملوا روتين للمشاعر وللخروج وللاوقات اللي يخرجوها مع بعض، علشان ما تلاقيش فجأة فعلا زي ما انت بتقولي كده نفسها لوحدها وفي الحياة وهو اختفى، قاعد في المجلس، قاعد مع ربعه، قاعد كذا، بيجي بس عشان ينام او ياكل ويمشي. يحطوا كده روتين بيزك يكون في احتياجاتهم، الحاجات اللي بيعملوها مع بعض، وما يبقاش مقابلتهم او خروجهم مع بعض ان هم بيروحوا السوبر ماركت او يجيبوا اغراض البيت. لا، في وقت
مخصوص يقعدوا فيه مرتاحين مع بعض، يتكلموا حتى على فترة الخطوبة، تجيب له هدية يجيب لها هدية، المناسبات يحتفلوا فيها مع بعض، الأعياد يخرجوا يقابلوا الأسرة ويكونوا مرتاحين فيها في الحاجات دي. أي وقت يجي لهم فرصة ولو يسافروا ويك إند مع بعض يسافروها. طيب تمام. آخر سؤال عشان ده مهم جدا في أول سنة، وبعتقد لأن الستات أنا ممكن أكون اتكلمت فيه قبل كده من وجهة نظري أنا كست، فعشان نعضد السؤال ده بإجابة زوج ورجل، وهو ببساطة إزاي من وجهة نظرك كرجل الست تتجنب أو الزوجة تتجنب الخناقات في أول سنة مع زوجها؟ طيب هو بنسبة كبيرة عادة الراجل مم. ما بيبقاش عايز يتخانق، لكن هو اللي بيحصل ايه، ان في حاجات كتير جدا ما اتفقوش عليها، مم. وهي طول عمرها في بيت اهلها عايشة بطريقة معينة، مم. ومش متعودة على ان في راجل تاني جاي من بيت تاني بنظام مختلف. تمام. يعني احد الامثلة ايه ده، انا فين اللبس الفلاني ده، انا حطيته في الشرابات. كذا الشراب او كذا ليه مش موجود، انا رايح بيه الشغل، طب انا خد اي حاجة تانية، لا انا كنت عامل حساب البس ده النهاردة. والراجل لازم ينفض في الحاجات دي. طب رأيك المفروض يقول لها يشرح موضوع الشراب ده في الخطوبة؟ لا، لان الدنيا مش هتقف في دي قوي بصراحة يعني. ما هي بتقع. ولكن لا، هو وقفت بعد ان هم ما اوكي. اتفقوش على شكل البيت او تنظيم الحاجات او الادراج. ولو هي عايز تعمل سيستم لكل الكلام ده، الراجل على فكرة ما عندوش مشاكل. يعني لو جت هو ده بيت جديد، يكش تجيب رصي شرابات الحاجات من جديدة. الاول، نظمي الدنيا. اوكي. تمام. و... ونبدأ على يعني الراجل جديد مستني السيستم من الست. للبيت. اه، اه نقطة مهمة. الراجل عايزين. هيعمل البيت، اوكي. هيجيب العفش، لكن اللي هيملى الفراغات ويجيب الورد واللوحات ويقول فين يترص ايه وايه مهندسين الاحسن، الديكور كده، مهندسات ده الديكور هيبقى حظهم ده حلو. الست، ده دور اوكي. الست مم. انها تعبي البيت ده. هو ده اللي بيحول الشقة من عقار لبيت. تمام. بيت لمسات الواحد يرتاح فيه، سكن. الزوجة او الانثى للبيت بتفاصيله. طبعا. اوكي. طبعا ما طب وانت مش مثلا شايف ان الموضوع ممكن يبقى شراكة بينهم؟ لو هو الراجل بيعرف في الحاجات دي ويقدر يشارك، ليه لا، هي الست مش هتقول حاجة. طيب غير فكرة الرص البيت وكذا، لو حصل نزاع على حاجة تانية ممكن الست من وجهة نظرك تحله ازاي او تتجنبه ازاي؟ ما هي دي الفكرة بقى. اه. الجواز كله مبني على ايه؟ اتنين مختلفين جايين من عالمين مختلفين فجأة بيبدأوا حاجة مع بعض. وقت الخلاف بينسوا الخير كله اللي بينهم، والست دايما تقول للراجل انا ما رأيت منك خيرا قط. تمام. والراجل ساعات بيذكرها بمشاكل عندها او حاجات في الماضي او غالبا الست هي اللي بتذكر الماضي اكتر من الراجل. اوكي. هي اللي ما بتنساش حاجة. مم. فهو الحل ايه؟ ان الخير اللي بينهم دايما يحطوه الاول، الفضل اللي بينهم، وتكبير مساحة المشتركة عشان يتفاهموا فيها، فيكون في تغاضي عن اساس المشكلة. مش نقعد نمسك في كل حاجة. خلاص، حل الموضوع ايه؟ لو يعني انزل يخلصوا اشتري حاجة ما جديدة. يخشوش في جدال. يعني ما تخشش حلها ايه؟ ننزل نجيب في كذا. اللوب الشيطان. انزل اشتري حاجة تانية. اوكي. تجيب حاجة هي وتحلها، مش تقعد ده هي حقيقي. تعيط تبكي على حالها وهو يزعل انه يعني ما زعلها. يقفوش على الماديات او تقفش على الاشياء، واحدة. يحلوا المشكله بشكل فيزيكال ويعني بحيث ان هي تخلص ما تبقاش ليها اثر نفسي. طنش تعش تنتعش. اثر نفسي. نقعد يعني على حاجات تافهه، كوبايه اتكسرت نقول نجيب بدلها، مش بالظبط. عارفه ايه في لأن داهيه الفلوس، هينكسر. في داهيه الفلوس. هي بالظبط، هي في مم. الجواز في داهيه الفلوس. ده حقيقي. لان تكلفه الخروج من العلاقه اغلى من أسوأ الحاجه اللي بيتخانقوا عليها. اللي باظت. ده حقيقي. اوكي. يعني يكبروا راسهم. طنش تعش تنتعش. تمام. يعني بكده تكون خلصت حلقتنا. أنا عارفة إن الأسئلة بالذات في السنة الأولى كتير جدا. مستنيين التعليقات ورأيكم في الحلقة، بس ما تنسوش تشتركوا في القناتين وتفعلوا الجرس، ونلقاكم على خير دايما. مع السلامة.